ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. انا ولدت يا بني ادمين، انا مش مصدقه نفسي. انا حاسه نفسي ان انا عملت تس كده. عارفين الاحساس ده؟ ان انا فضيت خلاص. عارفه اوصف لكم الاحساس ان انتي بعد ما تبقي حاسه ان في جبل كده كاتم على قلبك، انك خلاص بقيتي كده ريلاكس ومرتاحه. طبعا هو بعد الخلفه ما فيش راحه، بس يعني الى حد ما بقيت مرتاحه. المهم يعني النهارده هحكي لكم على تجربتي في الولاده التانية بدون الم، وفي نفس الوقت كمان هقول لكم على المكياج اللي انا اخدته معايا في المستشفى. كنت اخده معايا في الشنطه الكيوت دي. كنت اخده معايا كده الحاجات اللي هي عارفين كده، حاجات الطوارئ، اللي هو لما يبقي بشرتك تعبانه جدا جدا وفي اسوأ حالاتها، زي ما انتم شايفين وشي كده في اسوأ حالاتها، ده المكياج بقى اللي بيجيب من الاخر، ودي المنتجات اللي بتجيب معاها من الاخر. ماشي. المهم يعني عشان ما نرغيش كتير في المقدمة، لو عايزين تعرفوا كل حاجة عن المكياج ده وفي نفس الوقت كمان عن تجربتي مع حقنة الولادة بدون ألم اللي هي حقنة الأبيديورال، يلا بينا عشان نبتدي. اول حاجه خالص، حاولوا ان انتوا تتلاشوا كده ايه شعري ده، وربنا ما لح اعمله. قلت ان انا لو هدور على ان انا اعمل شعري يبقى عمرنا ما هنخلص وعمرنا ما هنعمل الفيديو ده في حياتنا، فايه هتلاقوا شعري مكسر كده ومبهدل. حاولوا تتلاشوه. وقبل ما نبدا الفيديو، روحوا هاتوا حاجه تاكلوها او حاجه تشربوها. خلاص طبعا زمن الدلع انتهى. ان احنا نروح نجيب كيكه او ان احنا نروح نجيب اي حاجه من الحاجات اللي هي بتتخن دي، لاني خلاص احنا هنبتدي رجيم قاسي. مش قادره اقول لكم على الرجيم القاسي بتاعي. كان عندي واحده صاحبتي كانت لما تلاقي وشي تخن كانت تقولي جرمين كفايه رجيم بقى خلاص كده. المهم ما علينا. اول حاجه هستخدمها هو الفاونديشن ده بتاع فيت مي اهو. النوع اللي هو بتاع البشره الجافه اللي هو اسمه دوي سموث. ليه انا كنت مختاره الفاونديشن ده؟ لان الفاونديشن ده من الفاونديشنات اللي بجد مش بيبان خالص ان انتي حاطه حاجه على بشرتك، وفي نفس الوقت مهما كانت بشرتك تعبانه او مهما كانت بشرتك محبحبه او فيها مشاكل، يعني اللي هي البروز اللي بتبقى في البشره دي، ما بيبانش خالص ولا بيعلق فيها. وعايزه اقول لكم ان دي مشكله بنات كتير قوي قوي بتقع فيها، ان هي تبقى بشرتها تعبانه وتستخدم فاونديشن من الفاونديشنات الفول كفرج، فتلاقي ان بشرتك شكلها وحش جدا، وانتي المفروض ان انتي مستخدمه فاونديشن تغطيه عاليه. هحكي لكم بقى على كل الحاجات اللي حصلت في الولاده. انا كنت بقالي اسبوعين كده قبل يوم الولاده كنت بحس بالم شبه الالم بتاع الطلق، واكيد اللي ولدت عارفه الالم ده كويس قوي بيبقى عباره عن ايه ولا بيبقى ازاي. المهم فكنت افضل اقول هولد، وفي الاخر بلاقي نفسي ان انا ما ولدتش، هولد وفي الاخر بلاقي نفسي ان انا ما ولدتش لحد يوم الولاده. قبل الولاده اصلا ب3 ايام كان بيجيلي بقى وجع رهيب، وبعدين بقيت ماشيه بقى بمبدأ ايه اللي هو يعني كل شيء بيموت بالاهمال. كبري دماغك يا بت ونامي. فبقيت بعمل كده لحد يوم الولاده. جالي وجع او مغص كده الساعه 6 الصبح، او كانت 5:30. فرحت كبرت دماغي وقلت يا جرمين كل شيء بيموت بالإهمال، نامي. بقيت كل مثلا ايه 10 دقايق كده او ربع ساعة بصحى، وانا عارفة ان ألم الطلق بيكون ألم عبارة عن انك انتي ألم منتظم بيجي كل 10 دقايق او كل ربع ساعة على حسب يعني في الأول، او مدى قوته بيبقى في الأول قد ايه. بقيت بصحى كل 10 دقايق على نفس الألم، اللي هو لا ابتديت بقى أركز. وانا كنت عايزة انام جدا لان الليلة دي كنت سهرانة فيها مع سيلينا، وسيلينا ما كانتش راضيه تنام ابدا. سيلينا نامت اليوم دوت الساعه 5 الفجر، ماشي، والطلق ابتدى زي الساعه 5:30 كده، فاللي هو انا مش شايفه قدامي اصلا. انتي حتى لو ولاده هبقى اولد لما اصحى. بعد كده رحت لما لقيت بقى ان الطلق ابتدى يبقى منتظم كده، بقيت كل شويه ابص في الساعه كل ما يجي، فعرفت خلاص كده ان انا هولد. رحت بقى قلت ايه، الولاده بتاعت سيلينا طولت جدا جدا، قعدت فيها في المستشفى من الساعه 10 بالليل ولدت تاني يوم الساعه 10 الصبح. فقلت بدل ما يقرفوني بقى ويقعدوني فتره طويله وكده، لا انا اشوف بقى الحاجات اللي ورايا. وعايزه اقول لكم عشان حظي النحس، عشان انا شخصيه نحس اساسا، كنت الاسبوعين اللي قبل الولاده دول كنت كل مره اغسل شعري بقى واعمل شعري على اساس ايه ان انا بقى هبقى المامي القمر اللي معمول شعرها. شايفين كده شعري عامل ازاي؟ مامي قمر جدا. انا الصراحه كنت بقى اغسل شعري واقول ايه، بس انا خلاص هولد الاسبوع ده، فابقى عشان ابقى يعني رايحه اولد وانا بقى شكل شعري حلو وكده، لان انا من الناس اللي بتتاثر جدا جدا لما شكل شعرها يبقى مش حلو. على حظي كنت غاسله شعري وكان بشع، عايزه اقول لكم اللي هو انا هروح اولد كده بالمنظر ده؟ لا لا لا، انا هقوم. قمت عملت بيبيليس لشعري، ما خلاص بقى يعني انا بقيت ام للمره التانية وعارفه اللي فيها. وكل ما يجي الالم بتاع الطلق اقوم ساكته كده واقعد اتنفس بالطريقه الصح اللي هم كانوا بيقولوا عليه. نسيت اقول لكم الكونسيلر اللي انا استخدمته. الكونسيلر اللي انا استخدمته هو الكونسيلر ده بتاع ميبلين فيت مي اهو.
الدرجه اللي معايا دي درجه 30، ودرجه الفاونديشن 220. ده كمان الكونسيلر اللي انا خدته معايا المستشفى، لان هو من الكونسيلرات الخفيفه جدا جدا، والتغطيه بتاعته الى حد ما حلوه، وبرده لما بيبقى شكل تحت عينك تعبان ما بيديش شكل كيكي قوي، او ما بيديش شكل مش حلو كده. رحت اتاكدت من الحاجات بتاعت كارلا كلها، واتاكدت من الحاجات اللي في الشنطه لحد ما جت الساعه 9. الساعه 9 بقى كان بصراحه الالم لا يحتمل. رحت قمت حطيت مكياج. عايزه اقول لكم كل ده الوجع شغال، يعني وجع الطلق شغال. انتوا شايفين انا بقى قلبي جامد قد ايه؟ الواحده بعد ما بتولد مره خلاص كده بتبقى نينجا في نفسها. المهم كان الوجع بقى قوي جدا جدا على الساعه 9 كده. فرحت صحيت بشوي بقى وقلت له لا خلاص يلا. رحنا على المستشفى، كانت الساعة 9:30. كنت ساعتها بقى حقيقي خلاص مش قادرة اقف على رجلي، بمعنى كلمة مش قادرة اقف على رجلي. كان الطلق قوي جدا جدا. وهم هنا عشان يدوكي الابرة بتاعت الابيديورال دي لازم ان هم يدوكي قبليها محلول مية. محلول المية ده بياخد ساعة تقريبا. اللي هو انا هستنى في الوجع اللي انا فيه ده ساعة؟ ما تهزروش. انا ما كملتلكوش المكياج، انا نسيت. استخدمت القلم ده بتاع شيجلام ده للحواجب، عشان بس اعمل بيه شعره كده لحواجبي، لانه بيدي برضو منظر طبيعي جدا جدا. وبالنسبه للبلاشر، البلاشر القمر ده بقيت معتمد عليه في كل حاجه في حياتي. ودي فرشه عادي مكسوره مفيش مشكله، والامانه ما غسلتش فرشي قبل ما اروح اولد، ومش لاحقه لا اغسل هدوم البيبي ولا هدومنا ولا الفرش. انا عندي مشكله قويه جدا يا جماعه في الغسيل. المهم مش دي قصتنا. دي الفرشه اللي انا اخدتها معايا عشان تخش جوه الشنطه. واخدت معايا البلاشر ده بلاشر كده، بصوا اللي هو بيبقى زي بلاشر وهايلايت في نفس الوقت. ثانيه اوريكم الشكل اللي انا اقصده. بصوا بيدي لمعه كده رهيبه للبشره، وحلوه قوي وثابت جدا، وشكله ناعم جدا جدا على البشره. عبال بقى ما عملوا لي السونار وشافوا اني موضوع اني الحوض اتفتح قد ايه عشان موضوع الولاده، لاني اللي ما يعرفش لازم تتفتح 10 سنتي عشان يحصل ولاده. المهم كل ده كنت رايحه المستشفى بكل الوجع الرهيب ده ب3 سنتي بس. كنت هتشل وهموت طبعا. انا مش مصدقه ان هما 3 سنتي بس. فراحت قالت لي ان احنا مش هينفع ناخد الابره دلوقتي لاني لسه بدري. فانا قلت ايه يعني، الوجع شغال كل ده شغال من الساعه 6 الصبح لحد الساعه دلوقتي 10:30، ولسه بس فتح 3 سنتي بس؟ ما تهزروش يا جماعه، قولوا كلام غير ده. وبعد كده راحت بعديها فضلوا بقى سايبيني اتوجع واتألم، ولا انتي هنا اصلا ولا حد معبرك اساسا. وبعد كده راحوا بعديها فضلوا يعملوا لي الجهاز بتاع النبض بتاع البيبي عشان يتأكدوا ان البيبي نبضه كويس وان مفيش حاجة مؤثرة عليه. لحد الساعة كانت كام؟ كانت الساعة 12 تقريبا. كنت خلاص بقى بموت، معنى كلمة بموت حرفيا. رحت قعدت اقول لهم ان انا لا عايزه الابره، يعني عايزه الابره، انا خلاص ما بقتش قادره استحمل ومش عارفه ايه. راحوا ركبوا لي بقى المحلول ده بتاع الميه، وقالوا لي اني خلاص بعد المحلول ده يعني اني هتاخدي الابره. اتفرج على الفيديو الاولاني هيبقى عارف بالظبط ايه الحاجات بتاعه الابره، بس يعني للي ما اتفرجش ان هي بتقولك ان انت لازم تبقي قاعده عامله كده بالظبط، ما تتحركيش خالص نهائي. الاول بترشلك زي بنج كده، وبعد كده بتثبت لك حاجه في مش في اخر ظهرك ولا في نص ظهرك، حاجه في النص. بالنسبه للروج اللي انا كنت اخداه معايا، كنت اخده معايا الروج ده من ميبلين سوبر ستاي. الدرجه اللي معايا دي درجه 35، اللي هي درجه شيكي او شيك، مش عارفه بصراحه نطقها الصح ايه، بس هي غالبا شيكي. المهم ده عشان ده بيبقى ثابت طول اليوم، وفي نفس الوقت لو شفايفك تعبانه او مشققه او مقشره مش بيبان اصلا فيها ان انتي شفايفك تعبانه ولا اي حاجه. وبس كده، هو ده المكياج اللي انا كنت اخداه معايا. ده عشان انا باخد المكياج ده معايا ليه؟ مش عشان انا حابه اتعايق ولا حاجه، بس عشان احنا بنقعد 5 ايام في المستشفى بعد الولاده، او 4 ايام على حسب حالتك يعني. فانتي بتبقي مقيمه هناك وجوزك بيجيلك والناس بتجيلك، فانتي مش مجبرين خالص ان هم يشوفوكي بهالتك السوداء خالص. وانا حقيقي بجد بيبقى شكلي تعبان جدا جدا بعد ما بطلع من الولاده، وخصوصا كنت تعبانه اكتر في سيلينا. كارلا انا ما وشي ما كنتش طالعه تعبان قوي قوي زي سيلينا، لاني انا كنت في كارلا تقريبا قربت اكل عيال صغيرين، فيعني لما وشي خس شويه ما حصلوش حاجه. المهم اكمل لكم. بعد كده راحوا بعديها ثبتت لي الابره ديت في ظهري زي ما قلت لكم كده. بتعملي كده جامد قوي قوي، وتفضلي شاده الفقرات بتاعه ظهرك بحيث ان الفقرات بتاعه ظهرك توسع عن بعض شويه. وبعد كده بتقوم هي تثبت لك حاجه في ظهرك من ورا من النص كده،
وبعد كده الحاجه دي بتوصلها بخرطوم كده صغير. الخرطوم ده بيبقوا حاطينه من الناحيه دي، بحيث ان انت كل ما تحسي ان خلاص الالم ابتدى يرجع قوي تاني، يرجعوا يحطوا لك بقى زي دواء في البتاعه المدوره اللي بتبقى نازله من هنا دي، بصراحه مش عارفه اسمها ايه. هحاول اجيب لكم صوره للشكل يعني، لو ما لقيتش اعذروني عشان انا مش عارفه. المهم يعني ان هي بتبقى زي جرعات كده مسكنه، بيفضلوا يزودوها في الابره كل شويه. انا في سيلينا ادوني الجرعه دي مرتين. في كارلا ادوهاني مره واحده بس، لاني في كارلا الحمد لله الرحم اتفتح بسرعه. ما كانش بسرعه قوي يعني، انا فضلت اتألم كده من الساعه 6 لحد الساعه 3 الظهر. لكن في سيلينا فضلت اتألم زي من الساعه 12 كده لحد الساعه 10 تاني يوم. في سيلينا طولنا جدا 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 يعني بطريقه رهيبه. المهم بعد ما ادوني البنج ده حسيت ان انا في حاجه غلط، انا دايخه وسقعانه وبترعش، وكل شويه زي اغيب كده عن الوعي وارجع لهم تاني وافوق لهم. فهي الدكتوره قالت ان ده شيء طبيعي، وانه ده عادي جدا جدا ان انتي تحسي بالاعراض ديت مع الابره، مفيش مشكله. بس للامانه بعد ما بتاخديها انتي ما بتحسيش بحاجه خالص، او مش ما بتحسيش بحاجه خالص عشان ما بقاش كدابه، بتحسي بألم بسيط قوي قوي. بس مثلا اللي هو لو هرشتي في رجلك انت مش عارفه نفسك ضوافرك لمست رجلك ولا ما لمستهاش. في بطنك برضو نفس الكلام. فهي بتبقى الفكره بتاعتها يعني في كده. وانتي طبعا هي بتقولك ان بمجرد ما يجيلك الطلق انتي بتبقي عارفه ان في طلق، لانه بيجي زي كأن حاجه تقيله قوي تعمل كده، عارفين الاحساس ده. فانتي بتقولك انك انتي حاولي انك تتنفسي صح في الوقت ده. والنفس الصح بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن ان انتي تتنفسي، تاخدي هواء من مناخيرك كده وتكتميه وتنزلي بيه كده، فهمتوا؟ ما تطلعوش، ولما تيجي تطلعي الهواء تطلعي كده على مراحل الهواء اللي انتي خدتيه او النفس اللي انتي خدتيه، وترجعي تاخدي نفس تاني بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب تاني لحد ما تولدي ان شاء الله بقى علينا وعليكي بخير. دي كل واحده وساعتها ملناش دعوه بيها. بس الفكرة انه عشان ما تتعبيش، عشان طاقتك ما تخلصش، لان حقيقي انت بتيجي في الاخر وبتحسي نفسك ان انت ما عندكيش طاقة خلاص تعملي اي حاجة خالص، ولا حتى انك تتنفسي، بتبقي بتتنفسي شبه الكلب كده كده. حد بالظبط كانت الساعة، هم ادوهاني الساعة 1، انا ولدت الساعة 3. هي ادتني جرعة واحدة بس، وبعد كده جينا على الساعة كده 2:15 ولا حاجة، وابتدى مفعول الابرة يروح. وقلت لهم ان انا محتاجة اخد الجرعة تاني لان انا ابتديت احس تاني. راحوا شافوا ان الرحم اتفتح 8 سنتي، فالدكتوره قالت لي لا خلاص ده فتح 8 سنتي واحنا مش هينفع ان احنا نعمل لك حاجه دلوقتي. وكان الم مش طبيعي لحد ما حاولت ان انا اتنفس صح ومش عارفه ايه والحاجات دي، بس ما قومونيش، لا عملت سكوات ولا اي حاجه زي سيلينا حبايبي كانوا بيخلوني اعمل سكوات اللي انا ما بقدرش اصلا اعمله في العادي، كنت بعمله في الولاده. لكن دول انا ما عملتش. هو فعلا شويه كده في حدود نص ساعه، ساعه الا ربع، وبعد كده ولدت. فحقيقي الإبرة فعلا شالت عني أكتر وقت فيه تعب، اللي هو الوقت اللي بيبقى قبل الولادة بساعة ده بيبقى تعب مميت. فهي شالت عني ده. خوف الحقنة أكتر في كلام الدكتور، إن هو يفضل يخوفك ويفضل يقولك لو اتحركتي هيحصل وهيحصل وهيحصل، واوعي تتحركي واثبتي ومش عارفه ايه. فانت من جواكي بتبقي متوتره وبتترعشي وخايفه، فاي شكه بتجيلك بتقومي عامله كده فجاه واحده. هو طبيعي ان الدكتور يصور لك ان الموضوع كبير قوي كده عشان انتي ما تتحركيش، عشان ما يحصلكيش بعد كده مضاعفات. هي عادي يعني حقنه، فاهمين؟ وبرده مع ألم الولادة انت بتحسي ان اي ألم جنبيها ده ألم متدني عادي، كأنك عندك شوية مغص مثلا جولك وخلاص. فألم الولادة لا يعادل اي ألم تاني، فانت ممكن تستحملي اي حاجة في الدنيا، بتبقي اصلا عديتي مرحلة السوبر وومن خلاص. انا ما بقتش بخاف من اي حاجة في الحياة طول ما انا ولدت. يعني دكتور سنان ايه، دكتور سنان هروح اخلع ضرسي يعني، هو انا راح اولد؟ كل حاجة بقيسها بالولادة، ودي احسن حاجة الولادة بتعملها، بتخلي قلبك حديد كده، تبقي داخله على الحاجه هو ده فعلا اللي يفوت في الحديد. فعلا الولاده التانية طلعت اسهل من الاولانيه. هو انا اتوجعت فيها جدا 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 في الاول، بس الولاده نفسها لا كانت اسهل من ولاده سيلينا، لان في سيلينا الرحم قعد فاتح من 7 ل 10 3 ساعات، لكن كارلا اتفتح من 8 ل 10 في حدود النص ساعه. ما كنتش مصدقه اصلا. ويمكن عشان قعدت بالألم اكتر، يمكن سيلينا استعجلت في ان انا اخدتها، فهي ما خلتش الرحم يتفتح اسرع. بصراحة برضو معرفش، ممكن تتكلمي مع دكتورك في الموضوع ده، تسأليه هي بتأثر على مدة الولادة ولا لأ. بس في سيلينا انا اخدتها بدري، فاخدتها بدري يعني، اخدتها تقريبا والرحم فتح 4 سنتي، وقعدت من الساعة 2 بالليل لحد الساعة 7 الصبح بيها. يعني من 2 ل7 5 ساعات بالظبط. انا خدت ال5 ساعات دول ألم بس،
وبعد كده مرضوش يجددوها لي او مرضوش يدوهاني في اخر 3 سنتي في فتح الرحم. فدي كانت الاختلاف بين سيلينا وبين كارلا. مش عارفه كان القرار غلط ولا هي فعلا الولاده التانية بتبقى اسهل. انا بحكي لكم تجربتي وبس. وفعلا موضوع النفس صح خلى اني ما يحصلش اي قطع، ما يحصلش خياطه، ما يحصلش اي حاجه. فبرضو دي حاجه كويسه جدا جدا. ممكن تتدربوا على موضوع النفس اللي داخل على ولاده. ولو عايزين تقروا اكتر عن الحقنه، كانت تجربتي في الولاده التانية. عايزين تعرفوا حاجات اكتر بقى ومعلومات شامله اكتر وكده، عشان كانت كل حاجه بالنسبه لي جديده، فحكيت لكم ادق 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 التفاصيل. كنت حكيها في الفيديو الاولاني بتاع سيلينا، هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف. وانا اسفه ان الفيديو طويل وسريع. انا خايفه ان سيلينا وكارلا يسوا. الاول كنت بخاف من سيلينا بس دلوقتي بقيت بخاف من سيلينا ومن كارلا. فيعني هنحاول على قد ما نقدر الفتره اللي جايه دي ان الفيديوهات تبقى كده سريعه كده، عشان اول حاجه تبقى مونتاجها سهل، تاني حاجه ان انا الحق انزل لكم حاجه، عشان انا مش عايزه ارجع تاني اغيب عنكم واخش في جو اكتئاب العيال بقى واكتئاب الخلفه وكده. عايزه ابعد عن الجو ده خالص خالص نهائي. انا خايفه على شعري يقع يعني. لا لا الموضوع صعب. المهم يعني ما علينا. بتمنى من كل قلبي ان الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب.